الثلاث أقسام بدأوا يحوطوا المكان كامل وخلوا جبل الرماة خلفهم. جبل الرماة نروح عنده دلوقتي، كان ورا جيش المسلمين، والنبي خلى 50 رامي 50 مقاتل يطلعوا فوق جبل الرماة بقيادة عبد الله بن جبير، والنبي قال لهم لا تتركوا أماكنكم حتى لو رأيتمونا نهزم، لا تتركوا أماكنكم أبدا. ليه؟ لأن النبي مش عايز المشركين يلفوا من ورا الجيش ويحوطوا المسلمين من خلف الجبل، هم سادين الطريق، والنبي أخذ احتياطه من أجل حماية ظهور المسلمين. بالفعل بدأت المعركة وهجم المشركين. الميمنة كانت بقيادة خالد بن الوليد الفرسان، والميسرة بقيادة عكرمة بن أبي جهل، والمشاة بقيادة أبي سفيان، وكان زعيم المعركة كاملة. وبدأوا بالتقدم، والمسلمين هجموا عليهم